اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال. كل سنه وكلكم طيبين، تعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. عملنا بقى رقاق العيد، ده اساسي طبعا. الرقاق طبعا من الحاجات الجميله جدا في العيد، ده اساسي في العيد معانا. عملنا رقاق الناشف، وكنت عامله لكم الرقاق الطري، نزلته لكم برده على القناه. يا ريت تخشوا تشوفوه، لو لسه اول مره بتشوفوني متنسوش تعملوا لايك حلو زيكم، وتعملوا اشتراك في القناه، وفعلوا بقى زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اولا معايا نص كيلو دقيق، وعليه نص معلقه صغيره ملح. احنا متفقين ان الدقيق طبعا ان الرقاق على النص كيلو بياخد نص معلقه صغيره بس. وهنقلب بقى، نحط الملح نص معلقه صغيره زي ما اتفقنا. ومعايا هنا كوبايه ميه عاديه من الحنفيه. معايا بقى هنا كوبايه الميه، هحط حبه بحبه. نص كيلو دقيق معايا خد كوبايتين الا ربع ميه. تمام. وبرضو على حسب الدقيق بتاعك يعني. كل دقيق طبعا احنا متفقين ان هو بيختلف عن الدقيق التاني في شربه للسوائل. هنا انا حطيت الاول كوبايه الميه، وبحطها حبه بحبه، ما بقلبهاش كلها مره واحده. احنا متفقين ان لما بنحط الميه حبه بحبه في الدقيق كده احنا بنربي عرق العجينه على طول. تمام. هنا بقى كان معايا نص كوبايه تاني، انا ما رضيتش احط ملو كوبايه، قلت عشان عايزه اعرف بس المعيار هيظبط معايا في قد ايه، لان طبعا بيختلف من نوع دقيق للتاني. هنا جبت نص كوبايه ميه تاني معايا، واحط برضو حبه بحبه. تمام. هفضل بقى اقلب فيه شويه بشويه لغايه ما اشوف الدقيق بتاعي هيحتاج تاني ميه قد ايه. خد النص كوبايه التانية، يبقى احنا كده حاطين كوبايه ونص ميه، كوبايه ونص. وهنعجن شويه، وهنلاقي لسه ان الدقيق العجينه قاسيه معايا، لسه محتاجه سوائل تاني، فهحط لها ربع كوبايه ميه تاني. بس مش هحطه كده على طول، لا، نعجن شويه، لان كل ما بتعجني في العجين بيلم معاكي. تمام. فما تسرعيش وتروحي تحطي على طول ميه وتقولي لا ده لسه لا، لسه اصبروا بالراحه. لما تحطوا واحده، ده كده كان ربع كوبايه معايا تاني، يبقى كده النص كيلو دي اخد معايا كوبايتين الا ربع ميه. وبرضو انتي ما تحكميش كده على طول على نوع الدقيق بتاعك، لان احنا طبعا مش عارفين. فاحنا هنحط الاول كوبايه، والنص هنخلي نحط حبه بحبه، ولو احتاج معانا نخلي برضو ربع، اللي هو ما نملاش كوبايه قوي، عشان برضو تعرفي المعيار بتاعك قد ايه، عشان لما تيجي تعملي تاني تبقي عارفه المعيار بتاعك بياخد قد ايه. تمام. هنا بقى انا بحب اعجن على الرخامه قوي، يعني بحس ان انا باخد راحتي كده في العجين وانا بعجنه. دي كده لسه الربع كوبايه معايا، انا لسه مخلصتوش، وبحط حبه بحبه عشان زي ما انتم مش شايفين العجينه لمت معايا. بس برضو انا لسه مش عارفه هي هتحتاج ميه تاني ولا لا. تمام. فانا احط حبه بحبه كده، بدل ما احط الميه كلها ونبوظ الدنيا ونقعد نزود في دقيق. لا بلاش يا جماعه الكلام ده، ناخد بالنا من الاول خالص ونحط واحده واحده ونعجن. واصلا كل ما بتحطي الميه حبه بحبه وتعجني كده في العجين كتير، بيعمل عرق للعجينه معاكي وبتبقى حلوه، وبتبقى برضو ناعمه وجميله. بس انا بقى افضل اعجنها كده شويه لغايه ما اخلص الربع كوبايه الميه الباقيه دي. ما انا ممكن احطها كلها مره واحده، بس انا مش عايزه العجينه تعمل معايا او تسيل مني مره واحده، ممكن ما يكونش عندي دقيق تاني. فلا، على هحط واحده واحده وهعجن كده العجينه شويه. وبرضه هي منها ان احنا بنعجن في العجين، وانتوا عارفين كل ما بنعجن في العجين كويس بيدينا نتيجه حلوه. كده انا خلصت الربع كوبايه ميه، يبقى كده انا حطيت معايا كوبايتين الا ربع ميه. وبرضه بيبقى على حسب الكوبايه المعياريه اللي انت بتعايري بيها، ممكن تكون كوبايه اكبر من كوبايه، فانت خليكي الاول في كوبايه وبعد كده نص تاني زي ما انا ما عملت كده. بصوا، انا طبعا احنا متفقين ان العجينه بنعجنها شويه ونسيبها ترتاح. هنا بوريكم كان معايا طبق فيه بتاع اقل من ربع كوبايه ميه، ده طبعا اللي احنا متفقين كل عجين بنجيبه جنبنا كده وبنلم بيه العجينه في الاخر. ليه؟ بنطري معايا العجينه، وكده احسن. لما بتحطي حبه بحبه العجينه بتطلع معاكي حلوه في الاخر، وما بتسيلش منك مره واحده، تبقى انت متحكمه في العجينه. بس هنا انا كنت بوريكم ان العجينه لسه كانت محتاجه شويه ميه كمان، بس ميه بسيطه يعني، وكانت محتاجة ان هي تتعجن تاني. بصوا يا جماعة، الشوية اللي انا بسيبهم بريح فيهم العجينة اهو، انهم بريح ايدي بعمل حاجة مش عارفة 5 دقايق كده ولا حاجة، بريح العجينة بتيجي تلاقيها طرية جدا. يعني لما بترتاح كده بتيجي بقى تعجني فيها بتلاقيها طريت معاكي وبقت جميلة، وبتساعدك ان هي تسرع في عملية العجن. فاهمين؟ يعني بدل ما تقعدي تعجني ربع ساعة ولا تلت ساعة، لا، ممكن في 10 دقايق تكوني عجنتيها والعجينة تطلع معاكي طرية وزي الفل. بس هنا بقى بصوا، انا بفضل اعجن في العجينه كويس. اهم حاجه ان انت تعجني العجينه كويس عشان تديكي النتيجه حلوه في الاخر.
المية انا هحتاجها. بصوا بحط حبة بحبة صغيرين. العجينة انا كنت حاساها ان هي لسه محتاجة تطرى شوية كمان معايا. بصوا يعني خلوا العجينة طرية خالص، اللي هي ايه لما تيجي تلزق في ايديكي هتلاقيها بتلزق تلزيق بسيط خالص. بس اهم حاجة ان انتي تغسلي ايدك كويس وتحاول تعملي تيست للعجينة، عشان انتي لو ايدك مطرح العجين وتيجي تجربيها هتلاقيها بتلزق في ايدك قوي، فانتي برضو مش هتعرفي هي خلاص كده ولا محتاجة شوية دقيق تاني ولا محتاجة شوية مية. تمام. هنا بقى خلاص انا كنت عجنتها، بس معلش التليفون فصل. عجنتها وسبتها ارتاحت بتاع ربع ساعة كده. برضو العجينة كل ما بتريحيها بتبقى حلوة جدا معاكي زي ما احنا متفقين. هجيب بقى معايا هنا كوباية، طبق فيه دقيق بتاع نص كوباية كده او كوباية زي ما تحتاجي. دي مش هقدر احددها لك بالظبط يعني. وهجيب معايا الصينية بتاعتي او الطبق هرش فيه دقيق من تحت، وهقطع بقى ايه العجين بتاعي لكور كده. دي انا مرضتش، ممكن تقطعي كور اكبر من كده يعني، دي كده بحجم البضاية او اكبر شوية. عايزة تكبريها اكبر من كده تمام مفيش مشكلة، هتطلع معاكي الرقاقة في الاخر كبيرة. كل حجم الرقاقة انت اللي متحكمة فيه. تمام. عايزة تخليه كده وتطلع الرقاقة مثلا وسط كده زي ما انا ما عملتها تبقى حلوة معاكي. عايزة تعمليها اكبر من كده طلعي الكرة تكون اكبر من كده. بس هقطعها بقى كور زي ما انتم شايفين كده، وهلمها في قلب بعضيها واروح حاطه على وشها ايه، احطها في قلب الدقيق كده واحطها في الطبق تاني او في الصينية بتاعتي، علشان خاطر وش العجينة ما ينشفش، وعشان طبعا انتوا عارفين الرقاق بيبقى محتاج دقيق شوية. هنا انا خلاص كنت ما شاء الله بص النص كيلو دقيق عمل معايا كمية حلوة. هسيبها بقى ترتاح نص ساعة كمان. هغطيها بكيس الاول وبعد كده بالفوطة واسيبها بقى على جنب ترتاح نص ساعة. بس هنا كان خلاص العجينة كانت ما شاء الله ارتاحت معايا. وعايزة اقولكم العجينة كانت حلوة جدا وكانت طرية جدا، كانت جميلة بصراحة. جربوها بنفس الطريقة دي يعني. الرق بره غالي جدا طبعا انتوا عارفين، الكيلو وصل ل40 جنيه. فبصوا احنا ما شاء الله من نص كيلو دي عملنا بتاع 21 رقاقة، يعني 21 وعلى حجم الوسط اللي احنا عملناه. عايزة تكبري اكبر من كده في الرقاقة هتقللي من الكور بتاعتك، يعني ممكن مثلا تعمل بتاع 17 كورة او 18، بس طبعا في الاخر هتطلعي حجم الرقاقة كبيرة. بس هو حاجة معمولة في البيت وحاجة نظيفة وسهل جدا يا جماعة والله، يعني ما خدش معايا مجهود ولا اي حاجة، سهل جدا. وهنجيب بقى هنا النشابة معايا وهرش شويه دقيق من تحت. اهم حاجه بصوا انتوا لو ما رشيتوش دقيق هتلاقوها بتلزق في النشابه بتاعتك. ليه؟ لان العجينه احنا متفقين ان هي طريه. تمام. فهرش حبه دقيق كده من تحت، وبرده حاولي على قد ما تقدري ما تكتريش في الدقيق عشان ما ينشفش معاكي العجينه. بس هنا انا بقى كنت طلعت معايا اربع كور مع بعضيهم. هفردها كده ايه زي قد الفطيره الصغيره كده، هفردها واركنها على جنب. تمام. انا بقى بعمل معايا ايه يعني بدل ما افضل اطلع واعمل واحده واحده والكلام ده، لا انا بطلع مثلا 4 معايا او 2 معايا على حسب مقدرتك وعلى حسب ما انت تقدري تعملي. وافرديهم كده شويه وبعد كده ايه هاتي بقى من اول واحده تاني وابتدي افرديها بقى خلاص الفرده الاخيره. انت لما بتفردي كده العجينه وبتسيبيها شويه بتريح معاكي العجينه شويه، فبتيجي تفرديها بتلاقيها ما شاء الله بتفرد معاكي حلو. زي ما انتم ما شايفين انا بفردها بتتفرد معايا حلو. وبصوا يعني ما شاء الله العجينه حلوه جدا. بتشيليها كده وتحاولي تنفضي منها الدقيق. بصوا ما شاء الله ولا بتلزق ولا اي حاجه. العجينه كانت جميله جدا. وبصوا تحاولي بقى تفرديها كل شويه تشيليها تحركيها كده علشان خاطر برضو ما تلزقش على الرخامه، لو ممكن ما يكونش تحتها دقيق بكفايه فتلزق منك. فطبعا العجينه رقيقه وخفيفه هتيجي وانتي بتفرديها كده تشيليها هتلاقيها لزقت منك هتروح مقطوعه معاكي على طول. فاحنا مش عايزين الكلام ده، عايزين نطلع الرقه بتاعتنا تبقى شكلها حلو ومظبوطه في الاخر وما فيهاش اي حاجه. بس هنا انا كنت بس بوريكم برش شويه دقيق عشان اعرف افرد. كمان الدقيق يا جماعه بيساعدني ان هي تتفرد معايا اسرع. لما تحطي دقيق من تحت شويه صغيرين كده هتساعدك ان هي تتفرد معاكي زي ما انتم شايفين ما شاء الله. بصوا بحاول افردها على ارفع سمك العجينه تبقى فيه. بس هنا انا كنت فردت اول واحده. اهم حاجه متنسوش رشه الدقيق عشان يساعدنا ان هي تتفرد وعشان ما تلزقش. زي ما انتم شايفين انا عملت اول واحده وركنتها علشان خاطر ايه انا عايزه اسوي 2 يعني عايزه انا طبعا مولعه الصينيه وموطيه النار عليها وسايباها. قلت عشان ايه اعمل مثلا 2 واروح اسوي على طول، وابقى طبعا انا افضل مولعه النار موطيه عليها
وانا بقى ايدي واحد شويه بسوي والناحيه التانية بفرد، يعني ايه، هنا شويه وهنا شويه. احط الرقاقه طبعا لان هي انت موطيه النار عليها فهي مش بتتعمل على طول، ففي الشويه دول بروح انا مثلا بروح افرد واحده، اشيل دي واحط دي، اشيل دي واحط دي. ما ينفعش يا جماعه الرقاق تعملي كله مره واحده وتسيبيه جنبك، العجينه هتنشف منك، حتى لو انت مغطياها العجينه هتنشف منك. بس هنا بقى معايا انا بقلب الصينيه كده وبهدي عليها النار وبسيبها لما تسخن خالص، وبروح جايبه نقطه منديل وعليها حب منديل اسفه وعليها نقطه زيت صغيره وبروح مسحه بيها الطاسه من ورا. بس كده، هي اول مره انا بعمل فيها كده، بعد كده مش بحط تاني مش بحط زيت تاني. تمام. هنا انا كنت مهديه النار عليها بس اللي هو النار مش واطيه قوي علشان برضو تسويلي الرقاقه بتاعتي. وهفضل بقى بصوا، يعني انا في الشويه دول اللي انا سايبه فيهم الرقاقه انا بفرد في التانية وبفرد وبحط وبسوي كده، تبقى الطريقه معاكي كويسه ومش هتحسي بيها ومش هتتعبي فيه، وهيتعملوا معاكي على طول. لا عايزه بقى تعملي كيلو، نص كيلو، زي ما انت عايزه تعملي نص في نص عشان ما تحسيش ان انت تعبتي، او لو وراكي حاجه تاني مفيش مشكله. بس انا بقى افضل اضغط على العجينه كده، على الرقاقيه، كل ما تضغطي عليها العجينه هتنفخ معاكي. زي ما انتم شايفين انا بحاول اضغط عليها، بس انا طبعا مش واقفه لها، انا عماله بفرد في الناحيه التانية. بس بصوا ما شاء الله بضغط بس بالراحه طبعا، مش بضغط جامد، كل ما تضغطي العجينه تنفخ معاكي من جوه. بس هو بصوا ما بياخدش يا جماعه حاجه على البوتاجاز خالص، يعني ما شاء الله، يعني كل رواية ممكن تاخد لها بتاع اقل من 5 دقايق كده، وانتي اصلا في الوقت ده انتي مش واقفه لها، انتي بتفرزي تاني، فاهمين؟ فهي يعني هو مش صعب خالص، وخساره ان احنا نشتري من بره بالغالي وهو اصلا يعني مش مكلف خالص. شوفي مثلا لو انتي جبتي نص كيلو دقيق، النص كيلو دقيق مثلا لو هتجيبيه سايب ب10 جنيه، هتحطي ايه ده، ملح وميه، يعني مش محتاجه ان انتي تشتري حاجه، فاهمين؟ فنص كيلو هيطلع لك ما شاء الله بمقام كيلو من اللي انت هتشتريه من بره ب40 جنيه. يبقى احنا كده وفرنا حاجه نظيفه احنا عاملينها بايدينا في البيت لولادنا، وفرنا فلوس، يعني الدنيا ما بقتش مستحمله يا جماعه. يعني حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا كل حاجه تعملوها لاولادكم في البيت. بس هنا بقى انا شلت اول رقاق خلاص كانت عملت، وبسيبها بقى، متفكريش ان هي تقوليش ان هي ايه ده لسه طريه، لا هي هتنشف. بشيلها واروح مسحه بالمنديل، لان طبعا مطرح كل واحده بيبقى فيه دقيق ايه نازل على الصينيه، فدون كل مره هيتحرق وهيلزق في الرقاقه اللي بعدها، فاحنا مش عايزين كده. كل ما نشيل رقاقه نروح ماسكين المنديل ونروح ايه ماسحين الصينيه ننضفها. بس هنا بقى دي كانت تاني واحده معايا ما شاء الله. بصوا ما شاء الله العجينه كل ما بتضغطي عليها بالراحه بتنتفخ معاكي من جوه. حبايبي بقى ما تنسوش تعملوا له لايك حلو زيكم كده، ويا رب الفيديو يعجبكم، ويا رب الوصفات اللي انا بعملها تعجبكم واكون كده خفيفه على قلبكم. وما تنسونيش بقى بدعوه حلوه، وكل سنه وكل حبايبي واخواتي طيبين وبخير يا رب. بمناسبه عيد الاضحى تعلى علينا وعليكم الايام بخير يا رب، ويرفع عنا البلاء والغلاء اللي احنا فيه يا رب، اللهم امين. بس هنا بصوا بقى كانت ما شاء الله بتبتدي خلاص، يعني بصوا ما بتاخدش حاجه يا جماعه معايا. بجيب بقى، بصوا لو خدت بالكم انا بعد كل مره بمسح بالمنديل. بس بصوا ما شاء الله انا بفرد، ويعني عين هنا وعين هنا، اهم حاجه ان انتي توطي النار عليها علشان خاطر ما تلزقش منك. انا طبعا مسرعه لكم الفيديو عشان ما يبقاش طويل عليكم، بس انا بس حبيت اوريكم في التسويه عشان ايه يعني تبقوا عارفين وواخدين بالكم. عايزه تكبري الرقاق عن كده تمام مفيش مشكله، خلي الكرة اللي انتي بتقطعيها، يعني مثلا نص كيلو دقيق بدل ما تقطعيها على 21 كرة ممكن مثلا تقطعيها على 17 كرة، على 18 كرة، وتكبري الكرة بتاعتك شوية. ده طبعا لما تيجي تفرديه هتفرديه على اخر حاجة العجينة، يعني مش تحتاج ان هي تتفرد تاني بعد كده، فاهمين؟ فهتديكي رقاقية حلوة كده كبيرة. بس يعني انا حبيت اعمله كده يكون صغير كده شوية، كده كده احنا اللي هناكله يعني مش حد تاني. فكده بيبقى احلى يعني، وبعدين انا ولادي بيحبوه بقى بلبن وكده. بس هنا بقى كنت خلاص انا عملت الكميه كلها ما شاء الله. انا بقى بعد ما خلصت كله معايا كان فردته على الرخامه كله، فردته على الصينيه وسبته لغايه لما نشف خالص. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين نص كيلو دي عملين كميه قد ايه. يا رب بقى الفيديو يعجبكم، ومتنسونيش بقى بدعوه حلوه زيكم، ومتنسوش بقى تعملوا اللايك وتعملوا اشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، وتفعلوا زر الجرس. ودمتم بخير حبايبي، يا رب الفيديو ينال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.